أنا موجود. لما تحب تتكلم معايا أنا موجود جنبك. أنا فاضية، وفي أي وقت لو عايزني هتلاقيني. عندك حق تتضايق، الموضوع ده فعلا يضايق جدا. حاسة بيكي قوي، عارفة إن الموضوع ده فعلا يزعل قوي قوي. الله يكون في عونك. صدقيني هتعدي، كله بيعدي. كل الألم اللي انت حاسة بيه ده هيعدي، ولا يهمك، ربنا هيكرمك آخر كرم. ما تخافش، كلنا حواليك. جمل قد ايه بسيطة، وقد ايه هي فعلا طالعة من قلبنا، بس ما بنقولهاش وقت الأزمة، مش عارفة ليه. بنميل دايما احنا كبشر ان احنا ندي نصايح. ما كانش حقك تعمل كده، ما انت لو كنت خدت بالك ما كانش حصل ده كله. ويا سلام بقى لما يعني نجود اكتر ونقول عارفة فلانة ده حصل معاها كذا وكذا وكذا، ونحكي قصة مأساوية فظيعة، أفظع بكتير من القصة اللي حصلت عند اللي بنكلمها دي، عشان نوريها قد ايه هي في نعمة مش حاسة بيها. نقول لها يا الحمد لله انها جت على كده، ده انت في نعمة. انت ما شفتيش فلانة حصل لها ايه. كلام احنا فاكرين ان هو بيهدي اللي قدامنا، ولكن في الواقع بيوجع قوي قوي قوي، وبيحسس اللي قدامنا بجانب وجعه اللي هو وجعه، انه كمان بيحس بالذنب وتأنيب الضمير لانه مش حامد ربنا، او ان اللي فيه قليل، او ان اللي فيه بسببه هو. لكن صدقوني بعض الجمل اللي انا قلتها لكم في الاول ديت، مجرد ان انا اقول للانسان اللي معايا يعني انا جنبك، خلاص هو مش عايز اكتر من كده. ان انا حاسه بيه، هو مش عايز اكتر من كده. ان احنا موجودين، هو مش عايز اكتر من كده. اني انا حاسه بيكي قوي، واللي انت فيه فعلا يستحق الالم، لكن هتعدي. ياه، هتتبسط وهتحس ان هي قويه، وهتحس انها هتعدي، مش هتحس بتأنيب الضمير. كلمة هتعدي ديت وربنا هيكرمك، صدقيني ربنا هيكرمك، بتديها قوة. يعني من غير ما اقولها افتكري ربنا. بعض التغييرات البسيطة في الجمل بتفرق جدا. فيا جماعة أرجوكم، الإنسان اللي حاسس بوجع وحاسس بألم، اللي عنده مشكلة، بيبقى محتاج طبطبة، مش أكتر من كده. بلاش نعمل أكتر من كده. حتى لو مش عايز يتكلم مش مهم يتكلم، كفاية إنه قاعد معانا، كفاية إن إحنا نقول له إن إحنا موجودين وقت ما يحب إنه يتكلم. فنخلي بالنا، علشان الدنيا بقت صعبة قوي، فمحتاجين نبقى حنينين على بعض ونراعي بعض. كلنا محتاجين